السلام عليكم ورحمة الله. عندنا النهاردة طريقة النجريسكو الفراخ، وهنخش في الطريقة على طول. وعندنا نص صدور فراخ، وبصلة صغيرة، وفلفل رومي، وفلفل أحمر وأصفر، والبهارات بتاعتنا بابريكا، توم باودر، بصل باودر، كمون، كزبرة، ملح، وفلفل أسود. وعندنا نص كيلو مكرونة، وجبنة موتزاريلا، ولتر حليب، وأربع معالق زبدة، وأربع معالق دقيق. لازم تكون الكمية زي بعضها في البشاميل. هنبتدي على طول، وهنبتدي بتحمير الفراخ في شوية زيت. طريقة سهلة وبسيطة. هنحمر الفراخ بتاعتنا لحد ما لونها يتغير تماما، يبقى لونها أصفر ذهبي كده زي ما انتم شايفين. ننزل عليها بالبصلاية. أول ما البصلة بتاعتنا بتدبل، بننزل بالبهارات بتاعتنا ونقلبها كويس جدا لحد ما تتجانس مع بعض وتتناسق زي ما انتم شايفين كده. اول ما تبقى بالمنظر ده، هنحط على طول الفلفل بتاعنا ونسيبه لمدة دقيقتين مع التقليب. نيجي على المرحلة اللي بعدها، وهي هنعمل البشاميل هنرمي بالزبدة على نار هادية، ونحط كمية الدقيق بتاعتنا وبيتقلب. وزي ما انتم شايفين منظرها كده، عشان كل الكمية مظبوطة قد بعض، يعني كمية الدقيق قد كمية الزبدة. فبنحط بعدها شوية جبنة موتزاريلا، وادي القوام بتاعنا ظبط اهو، على نار هادية، كله على نار هادية. نيجي للمرحلة اللي بعدها، هنحط نص كمية المكرونة اللي سلقناها، ونحط الفراخ بتاعتنا، وبعد كده نحط النص التاني من الكمية بتاعت المكرونة. بعد كده بقى نغرقها بالصوص بتاعنا زي ما انتم شايفين كده، مظبوط جدا. وعندنا الجبنة موتزاريلا حطيناها، وهتخش على الفرن وتطلع بالشكل الجميل ده، وطعم ولا اروع. ولو مشيت على نفس الخطوات ونفس الطريقة، هتطلع المكرونة مظبوطة. ودي الطريقة دي احسن من مطاعم بكتير جدا، وفي البيت وانضف 100 مرة. وده منظرها النهائي. ولو وصلت لحد هنا، دعمنا بلايك وسبسكرايب، ولازم تصلي على النبي. السلام عليكم ورحمة الله.